أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية العاجلة، وهذا أبرز عنوانها: عاصفة جوية غير مسبوقة تخلف كارثة قبل لحظات. لكن قبل الخوض في التفاصيل، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. وفي التفاصيل: رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتعامل مع هذه الحالة الطارئة التي تشمل أمطار ورياح متفاوتة الشدة بعضها رعدية. وجه الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان المصري اليوم السبت برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المنشآت الصحية والفرق الطبية في محافظة الإسكندرية، وذلك بسبب التقلبات الجوية غير المسبوقة التي تشهدها المحافظة. وأشارت وزارة الصحة إلى تأهب سيارة الإسعاف على الطرق والمحاور الرئيسية، فضلا عن نشر سيارات إضافية في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية وأماكن التجمعات الكبرى. بدورها وجهت الدكتورة مايا ميرسي وزيرة التضامن الاجتماعي برفع درجة الاستعداد لمواجهة موجة تقلبات الأحوال الجوية. وذكرت رئاسة مجلس الوزراء في بيان نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك أن الهلال الأحمر المصري قام بالدفع بفرق التعامل مع السيول في محافظة الإسكندرية للمساندة في سحب السيارات. وتعرضت مدينة الإسكندرية شمالي مصر ليلة الجمعة إلى السبت لعاصفة غير مسبوقة خللت أمطارا رعدية غزيرة وتساقط للثلوج مع رياح شديدة تجاوزت سرعتها 50 كيلومترا في الساعة.